مبدئيا كده هو اكتر فيلم احنا مستنيينه، واكتر فيلم عمل ضجه وعمل قلبان وسامعين عنه كلام كتير قوي، اكتر انتاج والناس اعتذرت والفيشاوي مش موجود واحمد داود مش موجود. طب يا ترى الفيلم عامل ايه؟ ده اللي نعرفه مع بعض جوه الحلقه. بس في الاول اهلا وسهلا بكم في قناتكم قناه ماستر سين. انا مايكل عاطف وجاي اتكلم معاكم دلوقتي حالا عن اول افلام عيد الاضحى كل سنه وانتم طيبين، فيلم اولاد رزق الجزء الثالث القاضيه. انا عارف ان المراجعه بتاعت اولاد رزق 3 دي اتاخرت شويه، بس انا كنت مسافر وكان غصب عني. بس عموما هحاول اضغط الوقت واحاول بسرعه اقول لكم مراجعه باقي الافلام. لكن مهم قوي ان انتوا تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه، لان ده بيساعدني اكبر وبيحمسني وبيشجعني اكتر ان انا اعمل فيديوهات على طول. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. فيلمنا من بطولة مجموعة كبيرة جدا من النجوم، على رأسهم أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين ومحمد ممدوح وكريم قاسم وعلي صبحي وأحمد الرافعي وسيد رجب، وكمان معانا محمد لطفي وأسماء جلال ونسرين أمين. خلصت مفاجآتي؟ لا ما خلصتش، معانا 2 نجوم كبار جدا ضيوف شرف. معانا أحمد فهمي في دور النونو وكمان كريم عبد العزيز. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، أما الإخراج لطارق العريان. بتدور قصة الفيلم حوالين الإخوات الأشقياء أولاد رزق، وإزاي بعد ما بطلوا شقاوة وعملوا آخر عملية في الجزء الثاني وكانت جامدة جدا وريشتهم، فبقى معاهم فلوس وكل واحد شاف حاله وعمل مشروع منفصل عن التاني. ازاي بقى فجأة وبدون سابق انذار هيرجعوا تاني للشقاوة؟ وعشان ما اضيعش وقتك تعالى على طول اقول لك على الايجابيات والسلبيات اللي انا عارف ان انت قاعد ومستنيها. مبدئيا كده كل النجوم اللي موجودة هي اضافة حقيقية للفيلم. يعني عندك مثلا احمد الرافعي اللي انتوا بتقولوا عليه ان انا شبهه، الراجل ده انا مقتنع ان هو اصلا ممثل تقيل جدا وممثل قوي وعامل دور في الفيلم ده متميز، ويمكن دوره ليه اكتر من جهة، ليه لمحة كوميدية ولمحة شر. في الكوميديا هتضحك بصوت عالي وهتبقى مبسوط، وفي الشر هتحس ان انت قدام زعيم عصابه ومافيا. وحقيقي اختياره عشان يلعب الدور ده كان موفق لابعد الحدود. انا وانا خارج من السينما عمال افكر لو احمد الرافعي ما كانش موجود مين اللي كان ممكن يلعب الدور ده، وبصراحه ما لقيتش اي حد. ولو حد فيكم شاف الفيلم يقول لي مين ممكن يبقى بديله. تاني ممثل عمل اضافه قويه جدا للسلسله او للفيلم هو آسر بيه ياسين باشا، واللي لعب معانا شخصيه الشايب. حقيقي آسر ياسين كان اضافه جامده جدا. اول حاجه كانت مميزه ان احنا خدنا لمحه عن شخصيه الشايب، عرفنا هو من عين السيره وكان صاحبهم، وعرفنا هم يعرفوه ازاي، وفي نفس الوقت عرفنا هم ليه ما بيحبوش يتعاملوا معاه. فكان بالنسبه لي اي حاجه هو بيعملها انا فاهم هو بيعملها ليه وهم ليه واثقين فيه. ده غير ان كده كده آسر ياسين عنده كاريزما بنت لذينه، قدر يخطف الكاميرا من الكل. بس طبعا احمد عز في شخصيه رضا كان مسيطر برضه، لكن آسر ياسين واحمد الرافعي كانوا جامدين جدا. وبعد ما اتفرجت على شخصيه الشايب انا حابب جدا اشوف له فيلم منفصل. ويا سلام بقى لو اولاد رزق طلعوا ساعدوه في الفيلم بتاعه وعملوا معاه لقطه جدعنه. اصلا فكره ان انت تعمل فيلم من عالم اولاد رزق دي فكره هتبقى حلوه جدا، واتمنى ان احنا نشوف فيلم الشايب بتاع آسر ياسين في اقرب وقت. من الايجابيات اللي معايا برضه في الفيلم هي علي صبحي في دور كوري. علي صبحي ممثل موهوب جدا وبيجيد الادوار اللي فيها كاركترات اللي فيها تمثيل. يعني انا قلت لكم ان في جوله اخيره ما كانش احسن حاجه او مش زي ما انا متعود منه لما كان عامل دور شخصيه شبكه، انما هنا في دور كوري علي صبحي في حته تانية. انا مبسوط ومستمتع بيه قوي، بس عندي معاه مشكله واحده هقولها لك بقى في السلبيات. انما هو كستايل وكممثل لايق قوي على عين السيره، لايق قوي على الشبحنه، لايق قوي على شغل البهلوانات والارجزه اللي كان بيعمله. ومن الايجابيات اللي معايا برضه في الفيلم ان كريم قاسم شفنا له دور مختلف. طبعا احنا عارفين ان كريم قاسم على الناحيه الجسمانيه ما هوش في طول احمد عز ولا في عرض عمرو يوسف، لكن هنا في الجزء الثالث شفنا له توظيف جديد ما كناش شفناه في الجزئين اللي فاتوا. تقدر تقول بمنتهى البساطه ان هو بيلعب رياضه الباركور، بيقدر ينط من مكان لمكان، ويمكن ده ما كناش شفناه منه قبل كده، وده خلانا نحس ان دوره ضعيف ومش قوي. انما هنا كان مشارك في الاكشن بالطريقه اللي تناسبه، وعلى فكره الدوبلير اللي اختاروه كان شاطر جدا. تاني ايجابيه هتكلم عليها معاكم وهي الاكشن. مستوى الاكشن في الجزء الثالث غير اي جزء وغير اي فيلم مصري انت شفته. مبدئيا الفيلم بيبتدي بمشهد كاتشي، مشهد يخليك قاعد عارف ان في حاجه هتحصل، وبعد كده ومره واحده بنشوف مشهد اكشن حلو جدا متصور اكنه وان تيك، اكنه لقطه واحده، لكن هو في الحقيقه شطاره من طارق العريان وقدر ياخده على كذا شوط وعملهم اكنهم لقطه واحده. هو قدر يستخدم ترانز اكشن او نقله ما بين المشهد والتاني تخليك تحس ان هو مشهد واحد، لكن في حقيقه الامر ان هو مش مشهد واحد خالص. بس في كل الاحوال برافو قوي طارق العريان لانك قدرت تعمل المشهد بالشكل الحلو ده، والاكشن فيه كان قوي جدا ومتميز. اما بقى في الجزء الثاني من الفيلم كان فيه مشهد اكشن اللي هو اتعمل في السعوديه كان رهيب. يا ساتر يا رب على كميه العربيات اللي اتكسرت واللي اتدمرت. طبعا في نقطه جانبيه كده هتكلم فيها بسرعه مش هطول فيها، ان في سعوديين يقول لك احنا اولى بالانتاج ده، وفي مصريين يقول لك احنا ليه نصور في السعوديه، والاثنين انا فاهم وجهه نظرهم. لكني عايز اقول لك على حاجه يا صديقي، ان لو ما كانتش السعوديه انتجت
والمصريين مثلوا ما كناش هنشوف اللقطات والمشاهد دي. وده عشان نقفل الموضوع والنقطه دي تماما. نرجع بقى لمشهد الاكشن بتاع السعوديه. اولا آسر ياسين بيبدع بالتريلا اللي كان سايقها وانتوا اكيد شفتوا لقطات منها في الاعلان. تاني حاجه في استعراض واضح وصريح لمعالم السعوديه السياحيه المميزه، وانت بتتفرج على الفيلم هتلاقي نفسك بتشوف السعوديه لاول مره بطريقه جديده، وده ذكاء من المستشار تركي آل شيخ. هو ما راحش انتج الفيلم عشان خاطر سواد عيون المصريين ولا عشان خاطر سواد عيون اولاد رزق، لا هو الراجل ده عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. ده نوع من انواع الماركتنج، وممكن يكون اذكى نوع من انواع الماركتنج. هم بيقولوا ان الفيلم مكلف 250 مليون جنيه، يعني 5 مليون دولار، ولا حاجه بالنسبه للسعوديه. الناس دي عشان تقوم مثلا برياضه زي الكوره صرفت اضعاف المبالغ دي، راحوا جابوا كريستيانو ونيمار وبنزيما والكلام اللي انتوا عارفينه ده كله. ف5 مليون دولار في انتاج فيلم هي ولا حاجه، و10 مليون دولار هي ولا حاجه. هم قدروا يعملوا فيلم يوروا العالم العربي كله السعوديه النهارده بقيت عامله ازاي. يعني من الاخر اللي عايز اقوله لك ان الحبكه او الاحداث اللي حصلت في السعوديه كان ممكن تحصل في اي حته تانية، لكن هم حبوا انها تتعمل في السعوديه عشان الناس تتفرج على البلد بقت عامله ازاي. فبرافو قوي تركي آل شيخ وصندوق الترفيه في السعوديه وكل الناس اللي شغالين على الافكار العظيمه دي، مع ان انا شخصيا كنت احب ان كل ده يحصل هنا في مصر، بس انا متفاهم كويس مدى ضخامه الانتاج السينمائي ومدى تكلفته ومدى صعوبته عندنا في مصر. نرجع تاني لمشهد الاكشن مع بعض. في كميه مطاردات بالعربيات كانت رهيبه وقويه جدا، ولو انت شفت الجزء الثاني وانبهرت بالمطاردات بتاعت العربيات عايز اقول لك انها ولا حاجه لما تيجي تقارنها بالمطاردات اللي في الجزء الثالث. ده في كميه عربيات رانج روفر عماله تتقلب يمين وشمال وجعت لي قلبي وانا قاعد بتفرج. ده غير انها كمان متصوره حلو، معموله بشكل مميز قوي. لما تخش السينما خليك فاكر المشهدين اللي انا عملت عليهم ستريس دول، وخصوصا المشهد اللي في السعوديه لان هو تقريبا قعد له ربع ساعه او تلت ساعه. انت متخيل مشهد اكشن انت قاعد بتتفرج عليه مدته كلها تلت ساعه؟ كميه ادرينالين عماله تجري في جسمي كانت رهيبه. ومن المميزات اللي معايا برضو في الفيلم هي موسيقى هشام نزيه اللي حقيقي كانت حلوه جدا ومميزه جدا جدا، خصوصا في المشاهد اللي كان بيظهر فيها آسر ياسين او الشايب. تحس ان عاملين له بصمه كده معينه، عاملين له حضور خاص. موسيقته كانت مختلفه ومميزه عن باقي الموسيقى بتاعت الفيلم، وموسيقى الفيلم اصلا حلوه ومميزه وشبه شويه الموسيقى بتاعت الاجزاء اللي فاتت، انما موسيقى الشايب كانت حقيقي في حته تانية. ومن الايجابيات اللي معايا برضو في الفيلم هي اسماء جلال اللي كانت عامله كيمياء حلوه قوي مع عمرو يوسف، ويمكن المشاهد اللي بينهم الحوار اللي بينهم قدر يخلق كوميديا قويه جدا وكتير قوي طول الفيلم، ودي حاجه تحسب لعمرو يوسف. انا عايز اقول لك ان في مشهدين معمولين عمرو يوسف خلانا يموت من الضحك. مشهد هو عامله في الفندق وخطيبته بتتصل بيه، والمشهد الثاني لما كان في عين السيره هو واخواته بيحتفلوا مع بعض. عايزك لما تتفرج على الفيلم تشوف المشهدين دول هيخلوك تضحك ازاي. ومن الحاجات اللي حلوه برضو في الفيلم هي اللمحات الكوميديه، كل واحد كان بيرمي افيهين ثلاثه كده، وكان طول الوقت انا قاعد بتفرج على الفيلم وانا مبسوط ومستمتع. اذا كان بقى احمد عز ولا عمرو يوسف ولا علي صبحي ولا احمد الرفعي ولا حتى سيد رجب، في دايما كده جو لطيف بيخليك قاعد دايما مبتسم. لو ما بتضحكش بصوت عالي انت قاعد مبتسم طول الفيلم. طب ايه يا عم مايكل، الفيلم جامد قوي كده ما فيهوش اي سلبيات؟ يا جدع عيب عليك، في سلبيات وهنتكلم عليها مع بعض دلوقتي. اول سلبيه بالنسبه لي هي في الحبكه الدراميه. لو انت شفت الجزء الاولاني والجزء الثاني خليك عارف ان الجزء الثالث مش مختلف تماما عنهم. هم بيعملوا عمليه وبعد كده بيتقبض على واحد منهم وحد بيقعد يحقق معاه وبعد كده بيحصل بلوت تويست. الجزء الاول كده، الجزء الثاني كده، الجزء الثالث كده، ماشيين بنفس السيكونس، نفس الستايل، نفس السيستم، رغم ان البلوت تويست كل مره بيبقى حلو وكويس. يمكن الجزء الاول كان بلوت تويست عالمي، والجزء الثالث برضه بلوت تويست جامد جدا، اضعفهم الجزء الثاني بس برضه كان حلو ومميز. لكن المحصله النهائيه ان البنى الدرامي ما كانش قوي، كان كالمعتاد. كنت مستني اشوف حاجه جديده لكن هو نفس السيستم ونفس الستايل. تاني سلبيه معايا هي ان احمد داوود اللي كان بيلعب دور عاطف في الاجزاء اللي فاتت فجاه اتبخر، فجاه ما بقاش موجود. طب انت اديت مبرر درامي لاختفاء رجب او اختفاء الفيشاوي، فانا كده فهمت ان خلاص الفيشاوي ممكن يرجع في الجزء الرابع. طب هل احمد داوود مش هيرجع يعني؟ طب انت ليه ما جبتش سيرته وما قلتش عنه اي حاجه؟ ليه فجاه لقينا علي صبحي في دور كوري وما اتعملوش برضه بناء درامي محترم؟ وكان تقديم الشخصيه بتاع الكوري ضعيف جدا ومتكروت ومتكلفت، في حين انا كنت مستني تقديم احسن من كده. زي ما قدرت تقدم لي الشايب وتوضح لي تفاصيله كان ممكن تعمل كده. الموضوع كان محتاج مشهدين ثلاثه كمان نقدر نعرف بيهم ازاي كوري قدر يكسب ثقه اولاد رزق، انما بصراحه كان في كروته واستسهال في تقديم الشخصيه، ودي من الحاجات اللي مضايقاني لان الواد كان عنده قبول ومشاهده حلوه وعمل برضه ضحك. في سلبيه كمان معايا، انا مش قادر افهم ازاي الفيلم ده مش متصنف بلس 18،
رغم وجود كميه الايحاءات والرقصات والكادرات اللي متسنطره على مسائل السيدات والراقصات الفاضلات. وعلى فكره انا رجعت البوسترات قبل ما اصور الحلقه، ما لقيتش مكتوب عليها بلس 18، ما لقيتش ان الفيلم متصنف بلس 18، ما لقيتش ان هو متصنف للكبار فقط. الحمد لله انا دخلته من غير اولادي. كان زماني عماله اتهري اسئله ويعني ايه دي يا بابا وهنا يقصد ايه وهما بيتكلموا على ايه وحاجات اخر وجع قلب. بس طبعا عشان عندي خبره كبيره جدا في الاجزاء اللي فاتت فانا كنت عامل حسابي ودخلته لوحدي. من السلبيات اللي معايا برضو في الفيلم انا مش قادر افهم هي فين نسرين امين. حرفيا انا شفتها مرتين في مشهدين. ليه دورها كان صغير كده؟ ليه ما كانش ليه اي تاثير في اي احداث؟ وتقريبا هم حاولوا يعملوا مشهد كوميدي عشان يلموا الموضوع ويخليه زي اسماء جلال كده وليه لازمه او ليه حضور او بيسبب ضحك، لكن للاسف ما جابش. اخر سلبيه معايا وهي تعتبر اقوى سلبيه بالنسبه لي هي ان انا قدرت القط البلوت تويست في وقت ما قبل هم ما يقولوه. ده ما كانش بيحصل معايا في الاجزاء اللي فاتت. كان دايما صلاح الجهيني بيغفلني وبيديني على عينيا، انما انا المره دي في مشهد ما وسيد رجب بيعمل حركه معينه انا قدرت القط كويس قوي البلوت تويست. واللقطه اللي عملها سيد رجب دي خلتني اترجم احداث كتيره هتحصل في اخر 10 دقائق. مش عايز اتكلم معاك بتفاصيل اكتر عشان ما بقاش بحرق لك حاجه من الاحداث، بس عموما ده ممكن تكون حاله فرديه لان انا سمعت ناس ورايا وجنبي وحواليا شهقوا حته شهقه واتفاجئوا حته مفاجاه، فانا قلت ان انا بس اللي لقط. هو اكيد مش انا لوحدي، اكيد في كام واحد تاني لقطه، لان انت اوريدي داخل الفيلم وعارف ان في بلوت تويست وبتحاول تتوقعه. بس رغم ان انا قفشته بس انا ما كنتش متضايق خالص لان قفله الفيلم كانت لطيفه ودمها خفيف قوي. وده برضه لان انت داخل الفيلم تتسلى وتتبسط وتضحك، والفيلم ما كانش وحش ولا كان دون المستوى، لا الفيلم كان مصروف عليه وكان فيه تعب واضح جدا. وبس كده ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. التقييم النهائي للفيلم هو 8 من 10. وبس كده لحد هنا تكون خلصت الحلقه. اوعى تنسى تعمل لايك وشير وسبسكرايب لان حقيقي ده بيساعدني جدا اكبر. انا مبسوط بيكم وبدعمكم وبتشجيعكم، وشكرا ليكم ان انتوا اتفرجتوا على الحلقه لحد دلوقتي، واشوفكم على خير في مراجعات تاني جايه كتير.